السلام عليكم. الناس دايمًا بتبقى حاصرة القلب في مجرد إن هو مكنة مشاعر، مكنة حب ومكنة كره، وده بيخلّيهم مش قادرين يفهموا أهمية القلب لينا كبني آدمين في حياتنا، وقد إيه القلب ده مش مجرد حب وكره بس، ده القلب ده هو اللي بيحركك في كل حاجة في حياتك، كل حاجة بمعنى الكلمة. القلب مش مجرد مشاعر، القلب مش مجرد حب وكره، القلب ده هو اللي بيقرر لك تعمل إيه في حياتك، القلب ده هو اللي بياخد لك كل القرارات المصيرية اللي أنت بتاخدها في حياتك، من أول ما بتبقى شخص ناضج بتقرر هتعمل إيه. الناس دايمًا بتبقى فاكرة إن القرار بيبقى مصدره العقل، وإن هو بيفكر في الحاجة قبل ما ياخد القرار، بس اسأل أي حد شغال مثلًا في الsales هيقول لك اللي بيخلّي الشخص يقرر هو مثلًا هيشتري المنتج ده والّا لأ، هو قلبه مش عقله. حتى هتلاقيهم دلوقتي في رمضان مثلًا كل الإعلانات بتاعة الشركات الكبيرة هو مش بيكلمك على المنتج، هو مش بيكلمك على الproduct اللي بيقدمه لك، هو بيكلمك على شعورك وأنت بتستخدم الproduct ده، بيلعب على مشاعر البني آدمين عمومًا. لمّة العيلة، الإحساس بتاعك لمّا هتسكن في الcompound ده، أو الإحساس بتاعك لمّا هتشتري العربية دي، أو وأنت لابس المنتج بتاعه هتبقى حاسس بإيه. حتى البراندات الكبيرة أوي، يعني بُص مثلًا Nike وAdidas لمّا بييجي بيبيع لك، Nike بيبيع لك الإحساس بتاع النجاح عامل إزاي، الإحساس بتاع كريستيانو رونالدو، الإحساس بتاع نيمار، الإحساس بتاع الathletes اللي هُم بيبقوا متعاقدين معاهم، بيبيع لك الإحساس بتاعه قبل ما بيبيع لك المنتج اللي أنت هتلبسه. فهو بيبيع لك شعور، بيبيع لك حاجة هتحسّها بقلبك مش بعقلك. بعد ما أنت بقى بتاخد القرار بقلبك بتبدأ إيه، تعقل الموضوع، وتشوف هل هو مناسب ليك والّا لأ، ولو مش مناسب ليك بتخلّيه مناسب ليك، لإن أنت شعوريًا اشتريته خلاص، أنت حبيته. فيعني قلبك ده هو البوصلة بتاعتك في الصح والغلط، اللي بيقول لك الحاجة دي صح اعملها هو قلبك، واللي بيقول لك الحاجة دي غلط ما تعملهاش هو قلبك. فالبوصلة دي لو فسدت حياتك كلها هتفسد، واختياراتك كلها هيبقى أساسها مش موجود. ده كمان حتى مثلًا في قصص النجاح وإزاي الناس وصلت لحاجات عايزة تعملها في حياتها وحققت نفسها وكل الكلام ده، عمر ما البني آدم بينجح في الحاجة اللي هو بيعملها غير لو هو حابب الحاجة اللي هو بيعملها دي. ده كمان الحب مش كفاية، أنت لازم تكون مهووس بالحاجة اللي أنت بتعملها دي، عشان تقدر تدّي الحاجة دي مش 100%، 1000%، 2000%، أنت بتدّيها كل حاجة لإن أنت مهووس بالحاجة اللي أنت بتعملها، أنت حابب الحاجة اللي أنت بتعملها، وأنت حابب نَفْسك وأنت بتعمل الحاجة، بتبقى حاسس إحساس حلو وأنت بتعمل الحاجة دي. فلو أنت مش شغّال حاجة أنت بتحبها، لازم تدوّر إن أنت تعمل حاجة على جنب أنت تكون حاببها، حاجة تكون أنت لاقي نَفْسك فيها. أو تحب الحاجة اللي أنت بتعملها، تحب الحاجة اللي أنت بتعملها لحد ما ربنا يكرمك فيها إن شاء الله، وتبقى تلاقي إن ده فعلًا الاختيار الصح، وإن أنت فعلًا حبيتها، وتقدر إن أنت تشتغل فيها بكل قلبك، بكل مشاعرك. أنت شغال بكُلّك في الحاجة اللي أنت بتحبها دي، أنت شغال بكل إمكانياتك، أنت مش شايل 1% مثلًا محوّشه عندهم، أو اللي هو أنا شغال على قد فلوسهم مثلًا، يعني الكلام ده عمره ما بيحصل في حاجة أنت بتحبها. أنت ممكن تشتغل في حاجة بتحبها وما يدخلكش من وراها جنيه. أنا بدأت أحب مثلًا إن أنا أعمل فيديوهات وأتكلّم والكلام ده، وأنا مش بيدخل لي منها جنيه دلوقتي، بس أنا حابب نَفْسي كده. أنا حاسس إن أنا باعمل حاجة أنا حاببها، وحاسس إن إن شاء الله في يوم من الأيام هاوصل للvision والهدف اللي عندي منها يعني. طيب أنا دلوقتي عايز أحافظ على قلبي، أنا دلوقتي عاوز أخلّي البوصلة بتاعتي اتجاهها مضبوط، عشان أسهّل على نَفْسي اختياراتي في حياتي. أحافظ عليه إزاي؟ في آية في القرآن ربنا بيتكلم فيها بيقول فيها إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني كمان قلبك السليم ده هو طريقك للجنة، وكمان مش هتنجح في حياتك غير وقلبك سليم. يا جماعة القلب ده زي ما هو مكنة دم بيوصّل دم للجسم كله، هو مكنة مشاعر. فلو مشاعرك مش إيجابية ناحية حاجة هتبقى سلبية، مش ما فيش حاجة في النُص، ما فيش اللي هو الإحساس الرمادي. أنت يا حاسس حاجة إيجابية كويسة ناحية الحاجة دي، يا حاسس حاجة سلبية، يا حاببها يا كارهها، يا تتمنى لها الخير يا بتتمنى لها الشر، يا بتتمنى له النجاح يا بتحقد عليه. فهو ما فيش حاجة في النُص أو حتّة رمادي في مشاعر البني آدم، ومشاعر البني آدم دايمًا بتروح للآخر للextremes. فلو أنت قلبك ده أنت مش محافظ عليه،
وقلبك ده مش سليم، أنت عمرك ما هتوصل لحاجة في حياتك، وهتبقى شخص غلاوي، شخص حقودي، شخص ما بيتمناش الخير لأي حد، شخص أناني. كل ما قلبك بقى وِحِش، كل ما الصفات السيئة فيك زادت، كل ما قلبك بقى سليم وبقى أبيض، كل ما الصفات الكويسة فيك بقت أحسن. طب وقلبك مش هيبقى سليم في الدنيا غير لمّا تتقي ربنا، لإن أنت كل ما بتعمل ذنوب، كل ما قلبك فسد، كل ما الدنيا صعبت عليك أكتر. كان في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنا مش فاكر النص بالضبط بيقول إيه، بس اللي هو فيما معناه يعني إن القلب بيبقى أبيض، ومع كل ذنب البني آدم بيعمله بيبقى في نقطة سودا بتتحط فيه، وبيفضل مع كل ذنب يلم نقط سودا، نقط سودا لحد ما بيبقى كورة سودا. أنا مش فاكر بالضبط النص يعني بتاع الحديث، وده بيفسّر إن الناس قلوبها بتبان في وشّها. في واحد أنت بتبقى من وشه أنت بتبقى عارف إن الشخص ده نضيف وقلبه نضيف وبيحب الناس وبيتمنى الخير للناس، واحد تاني من وشه أنت تلاقي نفسك بتقول عليه ده نازل عليه غضب ربنا، واحد قلبه فسد من كتر السواد والذنوب ومن كتر ما قلبه فسد منه. مع كل نقطة سودا بتتحط في قلبك بتبدأ تتعايش مع الموضوع وتشوفه عادي، يعني أول مرّة مثلًا بتعمل ذنب كبير أنت ضميرك بيأنِّبك جدًا والفطرة بتاعتك بتتكلّم، الفطرة بتاعتك بتأنِّبك وبتقول لك أنا يعني في حاجة غريبة حصلت، أنا مش مرتاح، أنا مش مبسوط، فطرتك كبني آدم بتتكلّم، مع كل نقطة سودا بتدخل وبتلمس قلبك أنت بتبدأ تتعايش مع الموضوع، وبيبدأ بالنسبة لك ده يبقى العادي، وبيبدأ تتكلم مع الناس إن يا جماعة أنا مش عارف ليه ربنا محرّم كذا، أو أنا مش عارف ليه الصحوبية حرام، أنا مش عارف ليه الزنا حرام، أو الخمر حرام ليه، دي جميلة جدًا يعني. مع كل ذنب أنت بتعمله في حياتك في نقطة سودا بتتحط في قلبك، وقلبك بيفضل يلم نقط سودا، نقط سودا، نقط سودا، لحد ما قلبك ده يفسد، وبوصلتك كلها تبوظ، وتبقى ماشي بتلوّش، ما عندكش أي مرجع أنت بترجع له، لإن خلاص أنت المرجع اللي ربنا حاططه لك اللي هو ضميرك، اللي هو قنبلة المشاعر اللي بتحركك، أنت بوّظتها. بما إننا في رمضان ربنا يصلح لنا قلوبنا، ويصلح لنا عقولنا، ويصلح لنا حياتنا، ومستني أسمع رأيكم في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.